السؤال بيقول حسام حسن ولا لعيبة المنتخب؟ يعني حسام حسن هو السبب في اقتراب وصول مصر لكأس العالم، ولا لعيبة المنتخب الجامدة القبضيات محمد صلاح ومرموش واللعيبة اللي بتلعب في الأندية اللي هي الكلاس ايه دي هي دي السبب؟ أنا وجهة نظري إن لا ده لوحده ولا ده لوحده، ياما كان عندك قبضيات قد دول وأكتر وما وصلتش كأس عالم. يعني الجيل بتاع 2008 ده كان مليان لعيبه مجانين كوره مجانين، ابو تريكه ومحمد زيدان وعماد متعب وعمرو زكي ومين، انا بكلمك كمان عن خط الهجوم، يعني ما رجعتلكش ورا اللي كان فيه عتاوله العتاوله، بس يعني لا بكلمك عن خط الهجوم. كان في قد دول غير عمر جمال بتاع الاسماعيلي اللي كان موجود على الدكه، غير عبد الله السعيد وهو لسه طالع. انسى كل ده، انا بكلمك بقى في الاساسيين الموجودين. كل ده وما رحناش كاس عالم. ليه؟ عشان هي العمليه مش لعيبه بس، والعمليه مش مدرب بس. انت لازم يبقى معاك مدرب فاهم ولعيبه عندها كوره. واللي انت دلوقتي عندك انت الحمد لله الفتره بتاعت الزمالك، واللي خلى الزمالك فيها ند بند مع الاهلي بعظمته بقوته، والزمالك هو كانش فيه خالص امكانيات خالص خالص. والزملكاويه عارفين انا بتكلم على ايه. انت كنت بتلعب بمين في خط الدفاع بتاعك؟ افكرك: محمد غانم سلطان، عمرو الصفتي، محمد يونس، محمود فتح الله، محمد عبد الشافي، يمكن هم دول اللي كان فيهم الرمق. انت عارف انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في مفيش خالص. اكمل لك كمان شويه: عاشور الادهم، ابو كونيه، ان هو بيزعق وبيفوق اللعيبه اللي قالوا في التمرين. هو ده حسام حسن، هو بيقول حاجه في التمرين، هو مش زعيق بس. هو عامل زي سيميوني على الخط مجنون ويتنطط ويتشقلب، وهو قايل حاجه في الحصه التدريبيه بتاعته. هو الراجل بيقول حاجه مهمه، بيقول حاجه فعلا ليها لازمه. ما مش مقضيها برده في التمرين حماس وبتاع، لا. الراجل ده بنشوف منه، يعني احنا شفنا، بس احنا يعني حسبي الله ونعم الوكيل في الراجل اللي طلع عليه ان هو حماس وبتاع. خلاص اترسخت في ذهن الشعب المصري كله ان الراجل ده بتاع حماسه بس، الراجل ده بيبيع حماس بس. لا، الراجل ده مش شغال حماس بس، الراجل ده حماس وكوره. الراجل ده بيقدم كوره محترمه جدا جدا. وهرجع لك كام سنه ورا كده لما مسك انديه زي المصري وزي الاتحاد وزي الزمالك هرجع لك للمصري. المصري حسام حسن طلع كميه لعيبه، يعني لعيبه كانت خاربه الدنيا مع حسام حسن. ومجرد ما اتشالت اللعيبه دي وراحت انديه اكبر بكواليتي اعلى مع لعيبه كمان اعلى، اللعيبه دي ما اشتغلتش. الحجاره كانت مع حسام حسن بس، حق الحجاره معاه هو. اللعيبه دي راحت الزمالك مفيش فكره، محمد مجدي، عبد الله جمعه، هات معاك محمد الشامي، هات معاك كابوريا. اللعيبه دي كانت مدغدغه الدنيا معاه. في الزمالك مفيش. مش بديل، ده بديل البديل البديل. عملنا كده يا بابا، مش في ثلاثة انت وجمعة يا بابا، جبت الراجل ده. هو عارف يخليه يضغط امتى عشان يطلع منه احسن امكانيات، هو عارف ازاي يقول له اعمل 1 2 واعمل دبل باس واجري. بيبان والله بيبان العمليه مش حماس بس. طيب اركن حته اللعيبه. الراجل ده كان مع المصري كان بيقاوح مع الاهلي والزمالك ويخش معاهم خناقات في الملعب، خناقات كوره، يعني مش خناقات قصدي بيمسكوا بعض يضربوا بعض، خناقات كوره. والاهلي لو طلع كسبان ماتش المصري ده الحمد لله عدينا المصري. مبروك 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 النور، مبروك يا استاذ، مبروك. لولا وجود حسام حسن في الزمالك في الفتره دي كان ممكن يعني الموازين بتاعت الكوره اللي احنا عارفينها ان هي اهلي وزمالك دي كانت تختفي. ليه؟ لان الزمالك كان ساعتها رايح في حته وحشه قوي قوي، والزملكاويه عارفين جدا ده. لان انا هطبقها بنفس مبدا ان شيكابالا حافظ على شعبيه الزمالك، وهو فعلا شيكابالا حافظ على شعبيه الزمالك. حسام حسن حافظ على تنافسيه الزمالك. ولولا وجود حسام حسن في الفتره دي لكان الزمالك ممكن هتلاقيه بقى بينافس على الخامس السادس ودخل في الحته دي. يا جماعه حسام حسن عنده كوره بجد، مدرب عنده كوره بجد. وفكره الخطه بتاعته اللي عملها مع منتخب مصر الناس كلها قلقانه منه 3-4-3 واللي هم الاربعه كلهم بيهاجموا دي جدا جدا. سيميوني الكره المصريه.